مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا ولقائنا المتجدد مع حضراتكم، وهذه الحلقه الجديده وابتدى الحلم. ابتدى الحلم ولقاءاتنا كل اسبوع في نفس الميعاد مع شباب جدد وافكار جديده، اطروحات جديده، تجارب جديده. كل انسان عشان يحقق حلمه لازم يتطلع ولازم ينظر ولازم يستمع لتجارب الاخرين وازاي قدروا ان هم يحققوا جزء من طموحاتهم او حتى كل طموحاتهم. النهارده كان معتاد مشاهدينا بنبتدي حلقتنا بافكار جديده وبامال جديده وباحلام جديده، ونتابع ضيوف حلقتنا النهارده قدروا يحققوا الجزء من احلامهم او كل احلامهم، ونقدم في النهايه نموذج حلو، نموذج جيد لكثير من الشباب اللي بيتابعونا عشان يستفيدوا منه. فابتدى الحلم النهارده مشاهدينا، اسمحوا لنا ان احنا نرحب بضيفنا العزيز استاذ مروان مختار، محاضر ومتخصص في اداره السلوك وتوجيه المهارات واداره الاعمال. مساء الخير استاذ مروان واهلا بيك معانا. ربنا يخليكي. طيب خليني اقول انه انت محاضر في 3 حاجات يبدو وانا بقولهم ان هم حاجه واحده لكن هم مختلفين: توجيه المهارات، اداره السلوك، اداره الاعمال. هم 3 حاجات منفصلين عن بعض تماما. خليني اقول انت خريج بزنس اكاديمي 2012 الاكاديميه العربيه بزنس ادمنستريشن اداره اعمال. طيب خلينا نقول دراستك هي مجال شغلك كده. في معظم الاحوال انا بدرس هيومن ريسورسز وماركتنج، بدرس موارد بشريه وتسويق في البيزنس، بجانب برزنتيشن سكيلز وسوفت سكيلز عامه، يعني كوميونيكيشن سكيلز، مهاره التواصل، مهاره العرض والالقاء. ده اللي هو توجيه المهارات، ان كل انسان عنده شويه مهارات المفروض يشتغل عليها. المهارات دي من اهم الشغل نفسه. يعني احنا لو هنقول ان في حاجه اسمها سوفت سكيلز فلازم يكون في حاجه اسمها هارد سكيلز. انت دلوقتي لو انت محاسب، فدي الهارد سكيلز بتاعتك، ازاي تعرف تعد قوائم ماليه، او ازاي تعرف تعمل دراسه جدوى المشروع. دي حاجه كويسه جدا، لكن انت لو ما بتعرفش تعرض ده فده ملوش اهميه. فالفكره ان انت ازاي تعرف يبقى عندك مهاره العرض، ازاي انا اقف انظم دماغي، يبقى عندي خريطه ذهنيه محترمه ان انا اعرف اعرض الموضوع من اوله لاخره وعلى كده. ده جزء توجيه المهارات. الجزء الثالث وده اهم حاجه انا بعملها، واهم حاجه المفروض اي حد سواء في المجال او مش في المجال يبقى يعملها، حته توجيه السلوك. كلمه سلوك طيب بالانجلش معنى اداره السلوك يعني حلو. كلمه سلوك بالانجلش يعني بيهيفير. البيهيفير ده او السلوك ده، انا دلوقتي لما اجي اعمل سلوك، اي سلوك في الدنيا، فانه مثلا ان انا بكذب، او ان انا بعلي صوتي، او ان انا بتنرفز، او ان انا باجي الشغل متاخر، او ان انا كاره الشغل، ده سلوك. السلوك لازم يكون جاي من حاجه اسمها اتيتيود. الاتيتيود ده اللي هو الموقف الذاتي او التوجه الذاتي. التوجه الذاتي ده بيتكون من 3 حتت. بيتكون من ادراك، ان انا عندي ادراك في وجود يعني كوجنيتيف ادراكي، ومن افكتيف او اللي هو بيسموها الكاب، كوجنيتيف وافكتيف اللي هو تاثيري، واخر واحده البي اللي هي البيهيفير اللي هو سلوكي. يبقى السلوك ده جزء من الاتيتيود. ازاي بقى انا اقعد مع نفسي، وازاي اخد اراء الناس الثانيه، وازاي انا اقعد افكر، وبعد تفكير وبعد اسئله لنفسي اوصل لمرحله ان انا السلوك اللي عملته ده ما هو الا طالع من حاجه من جوايا، من حاجه في ادراكي من وانا صغير اتقالت لي. او يعني ادي اكزامبل بسيط، فنقول ان انا اتقال لي من وانا صغير ان كل التعابين اللي في الدنيا سامه كلها مثلا. فخلاص في خوف من التعابين كلها، سامه بقى او مش سامه، في خوف منك. بس انا ما كنتش عارف ان كل التعابين، حضرتك عارفه، يعني واضح ان حضرتك عارفه ان مش كل التعابين سامه. طبعا. لكن انا لغايه وقت قريب كنت عارف ان كل التعابين سامه. طب ده جالي منين؟ ما قريتش مثلا، ما سمعتش، ما قريتش، ما سمعتش، او المصدر من المصادر المهمه في حياتي، فنقول مثلا خلوني اعتقد كده. الله ينور عليك. الاعتقاد ده بقى عندي في ادراكي. خلاص انا كده بقيت مدرك ان ده حاصل. من الادراك ده بدات كل ما اتحط في موقف في تعابين او 6 تعابين او حته ممكن يكون فيها تعابين، انا بدات بقى عندي لا خلاص يا جماعه انا خايف من الحته دي. وقت ما هبدا اشوف تعبان قدامي، سواء معايا اللي بحبه، او البنت اللي بحبها خطيبتي، او والدي المفروض احميه، او اخويا اللي المفروض اقف جنبه، او اختي اللي المفروض ابقى متواجد جنبها، حاجه زي دي، انا هطلع اجري خالص. ممكن ده السلوك اللي انا عملته. ده سلوك ولا فوبيا؟ لا، الفوبيا دي هو سلوك يعني متطور. الفوبيا احنا عارفين انها من حاجات معينه، لكن اللي بتتكلم عليه ده يصنف سلوك ولا فوبيا؟ طيب الفوبيا هو سلوك متطور. يعني الادراك اللي عندي كبير شويه. الادراك، اقول لك حاجه، الفوبيا دي ادراك، فاكر حضرتك لما قلت لك نبدا اول بالادراك. ادراك تم تعزيزه بخبره. يعني انا من وانا صغير حد قال لي ان التعابين دي حاجه سامه،
ادراكي اهو خلاص بقى عندي ادراك وبقى عندي تاثيري وسلوك لو اتحطيت في تعبان موقف في تعبان حجري. مش كده وبس بقى، ده انا كمان في واحد قال لي اسكت ده علي مات في تعبان قرصه بقى ومات على طول كده خلاص انا بقيت عندي السلوك ده اتطور يبقى الفوبيا اتعززت او السلوك السلوك اتعزز تصححوا الفوبيا. احنا لكن في مرحله السلوك لوحدها قبل ما يبقى فوبيا. السلوك في الاخر، السلوك دي حاجه اللي بتشوفيها ان انا بكذب او ان انا بنافق او ان انا بعمل حاجه كويسه، مش لازم يكون كل سلوك وحش. والله انا كويس ما بخافش اقف قدام الناس مثلا. واحد من المخاوف المنتشره جدا ان الناس تكون بتخاف تعمل برزنتيشن او يعمل عرض قدام الناس. لا هي دي مساله يعني مش كل الناس تقدر تعملها. يعني احنا بنلاحظ انه حتى في ناس لو تبقى هي مذاكره كويس او عندها المعلومه السليمه، بس بنتفاجئ بيهم ان هم لما بيتحطوا في موقف ان هم واقفين بيعرضوا وبيسردوا اللي هم حافظينه ومذاكرينه ويمكن اللي هم كاتبينه او عاملينه او بروجرام معين، ما بيعرفوش يقولوا حاجه. الله ينور عليكي. ودايما بنقول انه في انسان هو ده بيذاكر بس مش هيعرف يعرض ولا هيعرف يقول، بس يعني هو مظلوم. تمام. عشان كده في بعض الكليات العمليه بنلاقي انه في ناس يعني كتير جدا في النظري بيبقوا متفوقين جدا والعملي بيشتغلوا كويس جدا، نيجي للجانب الشفوي او الشفهي بيلخبطوا. طب ازاي؟ ما هم اللي عاملين ده وده. ده هو اللي عامل ده بايده. ايوه، فاحنا بنقول دي يعني بنقول دي قدرات. هل دي ليها علاقه باداره السلوك؟ حلو قوي. دي مقدره. حضرتك قلت دي قدرات. يعني احنا جميل. بنقول كده باللهجه العاميه يعني اكاديميا ما نعرفش هي ايه. خلينا نقول بقى اكاديميا وعمليا. تمام. دلوقتي انا برضو من الحاجات اللي بدرسها الموارد البشريه. الموارد البشريه دي عشان احكم على البني ادم اللي قدامي اذا كان ينفع للشغلانه دي ولا ما ينفعش. تمام. عشان احكم على البني ادم ده لازم يبقى فيه 3 حروف كده شايفهم عنده. مثلا فقالوا ان انا عايز بعمل انترفيو، مثلا بعمل انترفيو للمذيع وعايز اشوف اذا كانت المذيعه دي تنفع ولا لا. والله المذيعه عشان تنفع لازم يكون عندها نوليدج، لازم يكون عندها معرفه، ولازم يكون عندها سكيلز، مهارات العرض والالقاء ومهارات الحوار ومهارات الاستماع. ولازم يكون عندها الاي دي لغايه من كام سنه كانت ابيليتي، مقدره زي ما حضرتك بتقولي. بعدين قال لك لا مفيش حاجه في الدنيا اسمها مقدره، في حاجه اسمها اتيتيود، توجه ذاتي. لو انا حاسس ان انا هعرف اعمل ده فانا هعرف اعمله، فانا هوصل اعمله. طبعا سيبك من حته التنميه البشريه اللي هو انا هشتغل على نفسي واقعد ابص بالليل وابص في المرايه، لا انا مش بتكلم على ده. انا بتكلم ان حته العرض والالقاء اللي حضرتك اتكلمتي فيها دي هي مش مقدره، هي اسمها مهاره. ايه الحاجه المميزه حوالين كلمه مهاره؟ ان اي مهاره في الدنيا يمكن اكتسابها. اي مهاره في الدنيا ممكن تكتسبها في اي مرحله عمريه، في اي ظروف. اقول لحضرتك 2 اكزامبلز منهم، واحد اكاديمي وواحد من اكسبيرينس. الاكاديمي في كتاب محترم جدا 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 اسمه 10000 hours rule، نظريه او يعني الابروتش او الرؤيه بتاعه ال 10000 ساعه. في راجل كتب كتاب اسمه مالكوم جلادويل ده قال لك ان اي مهاره مهما كانت صعوبتها في اي ظروف في اي وقت انت محتاج 10000 ساعه من الشغل على المهاره دي، من انك بتعملها بايدك او بتعملها موجود بتعملها فانت بتكتسبها. فالكتاب تم مهاجمته قال له 10000 ساعه دول هنعملهم في قد ايه؟ لو احنا حسبنا ال 10000 ساعه دول 8 ساعات كل يوم اللي انت بتروح فيهم شغلك او 4 ساعات اللي انت بتعملهم فيها اللي انت بتعمل المهاره دي بشكل دوري او بشكل يومي، هتلاقي نفسك الكلام ده ممكن تجيبه في 10 12 سنه. يعني انا ممكن اكون احسن واحد في مجالي في 10 12 سنه. يجي تاني في حاجه اسمها تيدكس دي زي منظمه عالميه بتعمل زي سبيتشز. فطلع في واحد فيها قال انا والله محترم جدا كلام مالكوم جلادويل، لكن جلادويل اتكلم في حاجه يعني صعبه جدا. انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي بطل جودو، فلما سمع الكلمه دي 10000 ساعه قال لي 10000 ساعه جودو؟ قلت له قال لي انا كده عديتهم. قلت له وانت ان شاء الله على الطريق. قال لي طيب كلام محترم. قال لي بس انت متخيل ان انا عشان ابقى بعرف عندي مهاره العرض والالقاء اقعد 10000 ساعه؟ فيطلع بقى كلام التاني بتاع تيدكس. في راجل تاني قال لك طيب 10000 ساعه ده اكتر حد انا ممكن اوصله في مهاره تعقدتها، لكن لو مهاره بسيطه قال لك 20 ساعه. يعني انا عشان اتعلم جيتار او فايلن مش هبقى محترف في الجيتار او الكمان. مجرد تعليم غير الاحتراف. الله ينور عليكي. ان انا محتاج 20 ساعه من البراكتس، وهو حط شويه طرق كده عشان نمشي بيها. في ال 20 ساعه دول انا هبقى على الاقل بعرف اعمل ده. فانا اي ستاند ماي جراوند، والعلم كله يعني سواء كان اكاديمي زي جلادويل او زي الراجل اللي هو طلع قال لنا على حاجات تعلمها ولعب كمان، الاثنين دول بيتكلموا ان انت من 20 ساعه ل 10000 ساعه انت ممكن تحترف بال 10000 ساعه اي مهاره، والعرض والالقاء طبعا مهاره. لكن تعليم اي مهاره في الدنيا 20 ساعه. اي مهاره في الدنيا قال لي عشان تبقى على الاقل اللي هو زي ما حضرتك قلت كده الفرق بين التعليم والمهاره، التعليم والاحتراف. بعرف اعملها، بعرف العب بجيتار. هو انت عمر خورشيد؟ لا والله، بس بعرف اجيب كام كورد، بعرف اعمل كام اغنيه بس.
طيب خلينا نقول دي يعني إدارة السلوك، يعني معنى كده إن أي حد عايز يعمل أي حاجة في أي وقت يقدر يعملها. تمام. طب الصعوبات بتيجي منين؟ حلو. يعني ليه مش كل الناس بتقدر تتعلم كل حاجة؟ ليه مش كل الناس بتقدر مثلا تبقى أشخاص ملتزمة مثلا في مواعيدها؟ ليه مش كل الناس بتبقى متفوقة في دراستها اللي دخلتها بمزاجها أو بغير يعني كده يبقى المفروض مفيش أي مشاكل عند أي حد. حضرتك عايزة كده في حتة الدراسة ولا في حتة الدراسة اللي احنا ما دخلناش بمزاجنا؟ الدراسة لا، طب ماشي بلاش الدراسة لأن الدراسة دي حاجة خاصة. ده دي قصة تانية. طيب لا بنتكلم في ليه مش كل الناس شاطرة في شغلها؟ جميل. ليه مش كل الناس حلو أوي. مثلا بتعرف تلبس كويس؟ حلو. يعني ممكن يكون عندهم الامكانيات لكن ما في الاخر بتلاقي الشكل مختلف. حضرتك سألت سؤالين، اول واحد اللي هو ليه مش كل الناس شاطره في شغلها؟ بالظبط، عشان مش كل لما الناس في كل شغلها. حاجه ينفع تتعلمها. صح، عشان مش كل الناس موجوده في الشغل اللي هي مناسبه ليه. مش هقول لك مناسبه ليه ولا اللي هي اللي اختارته؟ لا، مناسبه ليه. بالعكس، في اغنيه حلوه قوي الباند اسمها كولد بلاي، قال لك when I get what I want but not what I need. ساعات احنا بنجيب اللي احنا عايزينه لكن مش اللي احنا محتاجينه. الله ينور على حضرتك. بمعنى، فاكر حضرتك لما قلت لك ان في 3 حروف اللي هم النولج والسكيلز والاتيتيود، المعرفه والمهاره والمنظور الذاتي. المفروض انت كانسان يجي حد اسمه كارير كوتش. الكارير كوتشنج ده شغلانه بقت موجوده في العالم وبدات دلوقتي الحمد لله السوق في مصر يعني يكبر ويقوى شويه فيها. بيجي الانسان ده ياخدك يقيس النولج والسكيلز والاتيتيود بتوعك ويقول لك الشغل المناسب ليك هو ده، اشتغل ده اللي انت هتحس بيه فرحان حتى لو انت دلوقتي مش فخور بيه او لكن الشغل ده جاي مع النولج بتاعتك ومع السكيلز بتاعتك ومع الاتيتيود بتاعك، ابدا اشتغل ده. بس هو ينفع حد غير الانسان يقول لحد تاني مهما كان عنده خبره ودرايه هو ممكن يدي ويحب في ايه؟ طبعا، ده بالعكس، ده لازم يكون انسان تاني. عارف حضرتك لما يكون واحد شايفاها مش جميل، ادي مش حضرتك درجه او مش منطقيه. ادي حضرتك يعني ما ينفعش اجي اقول لك انت لما تشتغل في كذا هتحبه وهتدي فيه، وانت مثلا ممكن مخك بيقول لك انك بتحب المزيكا مثلا او قلبك بيقول لك مثلا بحب مزيكا، يعني صح؟ قلبك او عقلك مش فارقه، المهم انت حاسس انك مش هتدي في مجال التلفزيون والاعلام، صح، وبس هتدي في مجال الموسيقى، صح، او هتدي في مجال تدريبات رياضيه مثلا. عارفه حضرتك لما يكون مثلا واحد مثلا، يعني مثلا فنقول مثلا اكزامبل اختي مثلا، اختي وهي بتكلم واحد صاحبتها دي وقعت مشكله، بلاقي اختي عندها قدر كبير جدا من العقلانيه والموضوعيه مش موجود وهي بتواجه مشاكلها هي شخصيا. ده بيحصل مش بيحصل؟ طبعا. طب ليه بيحصل؟ غالبيه الناس بيقدروا يدوا راي سليم في مشاكل الاخرين لكن هم في المشكله ما بيدوش راي. طب ليه؟ ما حدش فسر الموضوع ده الحقيقه. ما عنديش مصدر في الموضوع. لا كلام حضرتك صح، العفو كلام حضرتك صح. لا بس نفس النقطه حضرتك بتقوليها هي حته الكارير كوتشنج. وانا في الموقف وانا ببص على نفسي، ما هو انا عايز خطيبتي تعجب بيا اكتر وتحبني اكتر، فانا هبدا اشتغل في حاجه اظهر قدامها. ببدا انا اتجاهل العقلانيه والموضوعيه دي عشان انا اللي محطوط في الموضوع. لكن لو جالك واحد دارس، يعني انا الحمد لله انا معايا كارير كوتشنج سيرتيفيكت ان انا ابقى ازاي كارير كوتش من NCDA. NCDA ده اكبر بادي اوف نوليدج على مستوى العالم، بيديك شهادات في الحته دي. مش انا واحد طبعا، في كذا حد معاه الشهاده دي. الشهاده دي بتعلمني او بتخليني ازاي بعد عدد ساعات معين طبعا، تعالى يا ابن الحلال، لا اسحل الامتحان ده، انت عندك نوليدج دي، اعمل قدامي ده، انت عندك سكيلز مهارات العرض والالقاء كويس، انت عندك اتيتيودك ان انت بتحب مثلا تساعد الناس، اتيتيودك ان انت بتحب تبقى سوشيال، اتيتيودك ان انت لا بتحب تشتغل بس قدام النور، انت بتحب انسان، بتحب عندك الحته الملكه دي، الموهبه دي، المقدره دي اللي هي جت بعد خلاص انت كده الشغل المناسب ليك. 1 2 3 4 اشتغل واحد من دول. انا بقيت بره، بقيت بحكم بموضوعيه عقلانيه مش داخل في اهواء. 2 انا معايا، مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم على الانسان اللي هو الكارير كوتش ده. الكارير كوتش ده بقى معاه ميثودولوجي او منهجيه يقدر يمشي بيها. طيب خلينا نقول الفئه العمريه المستهدفه من يعني محاضراتك، ايه هي الفئه العمريه اللي ممكن تكون بتشتغلوا عليها واللي هي بيبقى فيها التاثير قوي؟ يعني هل المحاضره نفسها لما تقولها لشخص عنده 20 25 سنه زي ما تقولها لحد عنده 45 50 60 فما فوق هيبقى نفس التاثير ونفس الحماس ونفس النتيجه؟ اقول لك حاجه طبعا ببساطه، ده earlier the better. كل ما كان الموضوع بدري كل ما كان احسن. دايما التعليم اي حاجه في الصغر افضل من نتيجتها في الكبر. افضل. وانا هفهم سؤال حضرتك ان سؤال حضرتك قصدك على حته الكارير كوتشنج او حته ان انا ازاي اخلي واحد يتوجه للشغل المظبوط. فدي طبعا افضل طبعا ان هو يكون من في عمر صغير. طبعا افضل.
لكن العمر زي ما بيقولوا مجرد رقم. يعني والله انت ممكن تبتدي حاجه جديده، نتكلم فكك من كلام الكتب ونتكلم على الخبرات او الحاجات اللي حصلت قدامنا على ارض الواقع يعني. ارض الواقع. الاونر بتاع ماكدونالدز فتح وعنده حاجه 50 سنه، مش متذكر كام. جيف بيزوس اللي هو امازون فتح وعنده كام سنه. لو بصيت على الاعمار بتاعت الناس دي هتلاقيهم ان هو بداوا يجوا الحته اللي هم شافوا نفسهم كويس فيها، انا كويس في ده، وعنده متاخر يعني. متاخر، مش متاخر والله عارفه. يعني هو دايما يقول لك في حاجه اسمها الساعه العمريه. ساعتك العمريه، ساعه حضرتك العمريه ممكن تكون غير ساعتك العمريه. يعني انا مكتوب لي ان انا الاقي الحاجه اللي بحبها وانا عندي 25 سنه، والله مكتوب لحضرتك تلاقي الحاجه اللي بتحبها وانت عندك 45 سنه، مفيش اي مشكله. مفيش مشكله. دي بقى حاجه بتاعت دي قدريه، حاجه قدريه بحت. لكن طبعا لو حضرتك بتتكلم عن المحاضرات، لان انا دايما بدرس موارد بشريه وتسويق، فدي حاجه. لكن لو حضرتك بتتكلم على الكارير كوتشنج، فطبعا كل ما كان افضل كل ما كان احسن. طيب مصدر المناهج وهذه المحاضرات ايه؟ هل هي الدراسه مثلا اللي اتعلمتها في الكليه واستفدتها؟ خلينا معلش انا هقطعك من الاجابه، هنتوقف. هيرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الاسكندريه وكل القرى والمدن التابعه ليها، ونعود مره اخرى نتواصل فقره البرنامج. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أستاذ مروان مختار، محاضر متخصص في إدارة السلوك وتوجيه المهارات وإدارة الأعمال. برحب بيك مرة تانية وبنتواصل في حوارنا معاك اللي كنا بدأناه قبل الفاصل. طيب كنا وصلنا لبعض النقط المهمة ونتائج مهمة، وكنا اتكلمنا عن الفئة العمرية، وقلت إن الفئة العمرية المفروض تبقى أقل، يعني العمر الأقل سهل التأثير فيه أكثر عن الأكبر. طيب نكمل ونوصل للسؤال اللي كنا توقفنا عنده قبل الأذان، ونقول مصدر المحاضرات والمناهج اللي بتدرس فيها هذه المحاضرات، هل هي دراستك اللي فادتك بس ولا في تدريبات تانية تلقيتها؟ انا من ساعه ما اتخرجت وبدات بقى خلاص انا عارف ان انا هبدا ادرس، يعني سواء الاتش ار او الماركتنج. انا خدت دبلومه في الاتش ار في الموارد البشريه، ده بعيد كل البعد عن حته المهارات والسلوكيات. خدت دبلومه في الاتش ار، وخدت دبلومه في الماركت، دبلومه الاتش ار من الاكاديميه العربيه، ودبلومه في التسويق الماركتنج بس دي انا خدتها اونلاين. وخدت بقى السيرتيفيكتس طبعا اللي تخليني ازاي ادرس او احاضر، اللي هو التي او تي تريننج اوف ترينرز، اللي هو اعداد المدربين. وخدت حاجات في السلوكيات، خدت اتيتيود مانجمنت او بيهيفير مانجمنت، وخدت كوتش كونسلنج اللي هو الاستشارات المهنيه. كل ده هو اللي بيديني الماتيريال او الحاجه اللي انا هقف اشرحها، وفي نفس الوقت بيديني الميثودولوجي او المنهجيه اللي انا هبدا اوجه بيها الانسان ناحيه الشغل المناسب ليه، او الحاجه اللي ناقصاه في علم التسويق، او الحاجه اللي ناقصاه في علم الموارد البشريه، او ايه الاكشن بلان اللي المفروض يمشي عليه. طيب عشان انا ادي محاضره لحد عشان يتعلم حاجه، احنا اتفقنا على كذا مبدا، ان هو هيتعلمها للتعليم في 20 ساعه، هيتعلمها للاحتراف والممارسه، وممكن تبقى مهنته في 10000 ساعه، ماشي. وفي اتجاهين زي ما قلت باراء مختلفه، مفيش مشكله في ده. لكن علشان اعلم حد ان هو يبقى محاضر زيي، هل اي حد ينفع في الدبلومه دي او في المحاضره دي؟ انا برضه حافظ. طبعا يا فندم. طبعا انا زي اي حد ممكن اعلمه يبقى محاضر. اي حد. الموضوع انا بكره كلمه كاريزما. لا اصل ده انسان عنده كاريزما، اصل ده انسان ما عندوش. لا، هو كل حاجه في الدنيا ربنا خلقنا ربنا خلقنا درجات، لكن ربنا ادانا كلنا حته ان انا ممكن اتعلم ده، ما دام ده اتحط في حته المهاره، وانا عندي الاتيتيود، عندي توجه الذاتي الصح، ان انا عايز اتعلم ده لهدف معين. الهدف ممكن يكون اي مكان. والله انا راجل عايز افيد الناس، فانا هتعلم ده واقف اقوله. انا مؤمن جدا بس خلينا نتفق ان انا لو علمت 2، واحد عنده كاريزما وعنده قبول وعنده طلة مختلفة عن التاني، واحد اتعلم وذاكر كويس ولقط المعلومة مني بس ما عندوش المميزات دي، ده هيبقى اكثر تأثير وده اقل. مظبوط كده؟ يعني الاثنين نجحوا في الدورة التدريبية، والاثنين عملوا نفس النتيجة في الامتحان بالظبط. عارف اقول لحضرتك حاجة، انما ده عنده مميزات تانية في شخصيته. طيب مقارنة بين كريستيانو وميسي، حلو، كريستيانو او ميسي، احنا بنقارن كده في كفاءه يعني كرويه، حاجه تانية، ده موضوع تاني. ما هو ده انسان، ده فيلد بيجيب مليارات. وتعالى نتكلم على كريستيانو وميسي، مين فيهم عنده الموهبه اللي حضرتك بتقول عليها او المقدره اللي اتولد بيها؟ هو ميسي. كريستيانو هو لعيب مصنوع، يعني طبعا هو ده موهوب بتاعه، مش موهوب، بس هو لعيب كان اشتغل على نفسه وبيجري وبيتمرن بشكل معين. الاثنين نجحوا والاثنين بقوا اساطير في تاريخ، سواء بقى احنا ممكن نختلف ان ده احسن او ده احسن، لا لا مش الاثنين طبعا اسماء واي اسماء الاثنين طبعا حلو، عمالقه في مجال. فالاثنين ان حتى الانسان اللي هو ما عندوش الموهبه كامله او ما عندوش الكاريزما، في طرق ازاي تبريك دي ايس، في طرق ازاي بيقولوا كده تذيب الجليد مع الانسان، وازاي تعمل رابور او علاقه مع اللي قدامك.
حاجات 1 2 3 4 هتعملهم، فانت هتوصل لدي. فانا برضه مؤمن بكلامي، الاثنين هينجحوا والاثنين هيوصلوا، لان الموضوع طول ما هو مهاره فيمكن تعلمه. خلينا نختم بكده حوارنا يعني معاك النهارده، ونقول ان للحديث بقيه، لان الموضوع ده يعني فيه يعني كلام كتير لسه ما اتقالش، بس عشان وقتنا احنا لسه هنكمل البرنامج، عندنا فقره تانية. لكن الاستاذ مروان مختار محاضر متخصص في اداره السلوك وتوجيه المهارات واداره الاعمال، بشكرك جدا، وللحديث بقيه ان شاء الله. وهناخد فاصل صغير مع مشاهدينا ونتواصل من خلال الحلقات. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بنتواصل مع بعض من خلال فقرتنا النهاردة. طموحات وأحلام الشباب لا تنتهي، بس المهم مين اللي بيقدر ان هو يوفق ما بين دراسته وما بين طموحاته الأخرى وأحلامه، ولا سيما لو كانت هذه الطموحات والأحلام بعيدة كل البعد عن الدراسة. شفنا نموذج في أول الحلقة، وهنشوف الجزء الثاني من الحلقة نموذج تاني برضو أتمنى ان كتير من الشباب اللي بيتابعونا يتعلموا منه ويستفيدوا منه. معانا محمد عطية، طالب في طب أسنان، وأيضا ليه أكتر من موهبة في الشعر والتمثيل. أهلا بيك معانا. اهلا وسهلا استاذه خالد، اتشرفت بحضرتك. أهلا بيك، شرفتنا. محمد عطية طالب في سنة رابعة طب، ان شاء مظبوط؟ الله طب اسنان. إن شاء الله. تقول لي دراسة طب الأسنان، هل هي الدراسة اللي كنت بتحلم بيها وكنت بتتمناها؟ يعني هي دي الدراسة اللي انت اخترتها، ولا في بعض الشباب بسألهم بيقولوا لي دي رغبة الأهل، مجموع كبير استخسرته قلت أدخل كلية من كليات القمة، ولا في ناس بتبقى غاوية، انت غاوي المجال الطبي والطب؟ لا انا اصلا والدي دكتور طبيب بشري، تخصص بطنه وجراحه، ودايما من وانا صغير يعني كان بيزرع فيا نقطه ان انا لازم ابقى جراح وكده. هو كان حتى بيختار لي مجال طب بشري ويفضله لي، بس انا فضلت طب اسنان يعني، لان كان تعلقي بيه اكتر في الفتره اللي هي ما قبل ثانويه عامه يعني. مم. طيب نقول طموحك ايه في هذا المجال؟ والله طموحي ان انا اي مريض يدخل عندي لازم هو الدكتور عامه سمعه، مم. فاي مريض يدخل بيشتكي من اي حاجه لازم يطلع مرتاح، ودي رساله الطب عامه، ان ازاله الالم عن اي مشتكي. يعني كلام مقنع، لان اي واحد خريج طب هيبقى في الاخر دكتور، بس مش كل دكتور هيبقى ناجح، ومش كل دكتور المريض هيخرج من عنده مستريح. فانت هدفك ان المريض يخرج مفيش الم ويخرج مستريح. طيب ايه الرابط ما بين دراستك اللي انت اخترتها وحبيبها، ربنا طبعا يوفقك فيها، وايه الرابط ما بين مواهب اخرى موجوده عندك زي الشعر والتمثيل؟ في البدايه الجامعه عندنا فيها مسرح وفيها انشطه مختلفه اقدر ان انا اشارك فيها بسهوله يعني. فكره الشعر ابتدت معايا من وانا عندي من حوالي 9 سنين تقريبا. لما ابتديت بقى احس ان انا في عواطف وفي ميولات واتجاهات معينه، ان ادركت ان انا عندي قلب وفي مشاعر وما الى ذلك يعني. بدات في الفتره دي بالتزامن مع الموضوع ده. كان والدي مهتم بالتصوف وبالمدائح الصوفيه وكتب الشعر والكلام ده، فحصل زي فيوجن كده ما بين الموضوعين. بدات اهتم بالبردة الامام البوصيري، وازاي هو بيعبر عن اللي جواه بالعبقرية دي وبالسهولة والبساطة والاسلوب ده. فبدأت اتعلق بيه جدا واقرا كتير، وبدأت واحدة واحدة كده، حاجات بسيطة بدايات في الاول، ثم تأثرت بكذا حد من الكتاب يعني. بعد كده بدأت محاولتي تتطور واسلوبي يختلف مع الوقت. رحت في مكان مثلا في قصر من قصور الثقافة، رحت أمسيات شعرية، ندوات عن الشعر، عن تعليم الشعر، عن كتابة الشعر، يعني هل حاولت ان انت تستثمر الهواية اكتر؟ حضرت ندوات في القاهرة في قصر الأمير طاز للأستاذ عبد العزيز جويدة. حضرت حفلات لعمرو حسن كتير. غير كده بقى كنت بتواصل مع الدكتور علاء جانب على الانترنت، اللي هو كان أخد جايزة أمير الشعراء في برنامج أمير الشعراء في الدورة قبل الأخيرة تقريبا. غير بقى استماعي للأستاذ الراحل محمود درويش، وده من الناس اللي كنت أتمنى إن أنا أكون صديق شخصي ليه بس لم يحالفني الحظ. الأستاذ عبد العزيز جويدة، عمرو حسن، أدونيس. غير كده الأستاذ خيري شلبي الروائي الكبير، ده كان له فضل كبير في إن أنا من جوايا أتعلق بتفاصيل أكتر.
وده مهم جدا بالنسبة للشاعر او الكاتب عامة. طيب عايزين يعني في سياق الموضوع نسمع منك حاجة. طيب حضرتك تفضلي فصحى ولا عامية؟ لا، اللي انت حاسس انك يعني تقدر هتديني فيه وهتعبر فعلا كويس. تمام. يعني لك حرية الاختيار. حاضر. هقول قصيدة ما عدا يكسرنا الحنين. ما عدا يكسرنا الحنين، ما عدا يأسرنا البكاء على الرفات الباليات من الأليم، ولا تفتتنا الظنون، ها الآن أحترف التصنع بين كل العاشقين، ليس انتقاما للمواجع والمدامع، إنما زهد تولد من يقين. ضمت جراحات التذكر أجمعين، وافرح لفقد الغائبين، وانثر على خد السماء الأقحوان، وقل لها ظلي طريق الشاردين، أمطري عنبا وتين، واخلطي خمر الفراديس بثلج، علنا في الصالحين ربنا الرحمن دوما يحتوي القلب الحزين. ما عدا يطويني الغياب، فكأن هذا الكون دونك، وأنا جنين، وتركت خلفك كل أطوار البنين، ما عدا يكسرني الحنين. جميل. ونروح لموهبة تانية ونقول التمثيل. ايه علاقتك بالتمثيل؟ موضوع التمثيل بدأ معايا من حوالي 2.5 سنين تقريبا. بدأت أتعلق بالمشاهد والتفاصيل، وأنا حتى كنت بتفرج على أي فيلم أو أي مسلسل بلاقي نفسي أخد بالي تلقائيا من حركة الكاميرا، من أداء الممثل، أداؤه الصوتي أو حتى أداؤه الجسدي، حركة العين، اتساع حلقة العين أو انطلاقها وما إلى ذلك من تفاصيل، طريقة الإلقاء. بدأت بعد كده أسمع انترفيوهات لممثلين كتير، وزي مثلا الأستاذ خالد النبوي، أخدت منه معلومة في انترفيو بيقول، قال عن كتاب فن الإلقاء للأستاذ عبد الوارث عصر، فأنا جبت الكتاب وقريته واستفدت منه كتير جدا. فقد إيه بتبقى حاجة مؤثرة يعني إن أنت تمشي على خطى ناس ناجحة في المجال ده. في الجامعة مارست التمثيل في اي فريق جامعة او في اي مكان؟ أيوة، في فريق الجامعة عندنا في الكلية، واشتغلت حاليا في الفترة دي مع فريق بره اسمه فريق مجتمع آدم. حاليا بنأسس المكان الخاص بينا، وفي إعداد لعروض قادمة بإذن الله، واشتغلت في كذا عرض برضو معاهم في الجامعة. يعني انت بتشتغل على الموضوعين بجانب الدراسة. طب السؤال المهم بقى اللي بيتبادر للذهن لأي حد بيتابعنا، بتقدر ازاي توفق ما بين موهبتين وواضح انك حبيبهم قوي وما بين دراستك الأصلية، واحنا عارفين ان دراسة الطب عموما سواء طب بشري او طب أسنان اي تخصص، ودراسة الصيدلة ودراسة بعض الكليات كده دراستها بتبقى فيها اكتر من جانب، فممكن تبقى يعني واخدة وقت كتير في جانب شفوي وعملي ونظري، ويعني في شغل وفي تدريبات في فترة الأجازة. فازاي بتوفق؟ ازاي تدي نصيحة لأي حد من اللي بيتابعنا تقول له ايه؟ مظبوط، هو الموضوع بيحتاج وقت ومجهود ذهني وبدني جامد جدا. بس الفكرة كلها ما دام انت حابب الحاجة مش هيهمك ابدا لا توقيت ولا زمن ولا اي حاجة. بالنسبة اصلا لموضوع الكتابة، هو اي شاعر او اي مؤلف بيكتب في اي وقت. يعني زي ما الاستاذ عبد العزيز جويدة بيقول، يولد الشعراء من رحم التجارب. يعني ممكن ابقى قاعد بذاكر مثلا، او حتى في العيادة او فتجيني خاطرة معينة، فدي بالنسبة سجلها فورا. طبعا بالنسبة للمؤلف دي حاجة عزيزة عليه جدا، ما يقدرش ان هو يتجاهلها من اجل شغل او من اجل حاجة مادية في ايده. بالنسبة لموضوع التمثيل، بيبقى فيه بالتنسيق بقى بين جدول الكلية والعيادة، وبين مواعيد البروفات والتدريب والعروض وكده. ربنا يوفقك. وتقول نصيحة لأي شاب يوفق ما بين دراسته ويشتغل على موهبته، تقول نصيحة لأي شاب مكانك يعمل ايه؟ أهم حاجة اجري ورا حلمك وصدق نفسك، حتى لو كل اللي حواليك بيقولوا لك لا مش هينفع وركز في دراستك وخليك لما تخلص مجالك الدراسي الأول واضمن شغل وكذا وكذا. لا، صدق نفسك واجري ورا حلمك ونسق وقتك. دي أهم حاجة يعني.
الايمان بالنفس. حد عمل معاك كده؟ حد قال لك لا خليك بس في الدراسة بس، بلاش تهدر وقت او مجهود في اي حتة تانية بصراحة؟ يعني حد خاف عليك وعلى مستقبلك؟ هناخدها من منطلق ده انه دايما الاهل مثلا او حد قريب منك بيقولك لا يا خليك في المذاكرة الاول وخلي الحاجات التانية دي بعدين. ايوه فعلا حصل. حصل. هو كان بدافع الخوف ما هو طبعا اي ام واب، انا طبعاً، مهم عندي طبعاً. المذاكرة طبعا يعني الحاجات التانية ماشي لو جت فوق الموضوع ماشي. مظبوط. هو بيبقى بس خايف ان النفس البشريه تميل ان انت حبك للموضوع الموهبه ده يلهيك او ياخدك عن موضوع عن الدراسه. حاجة تانية. ده بيبقى بدافع الخوف بس. لكن انت طبعا بتحس بحنق وضيق شويه من الحاجه زي كده، بس بتدرك بعد كده ان هم طبعا خايفين عليك عافرت وكملت يعني. بتبدا تهندل الدنيا بعد كده يعني مع الوقت. ربنا يوفقك ويوفق كل اللي زيك. محمد عطية طالب في سنة 4 طب أسنان وعنده أكتر من موهبة، شعر وتمثيل. أنا بشكرك جدا وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده شفنا نموذجين أكتر من رائعين من خلال حلقتنا النهارده. بنتمنى إن كتير من الشباب اللي تابعونا يستفيدوا من التجربتين ومن تحقيق الطموحات والأحلام في التجربتين. شكرا لكل مشاهدينا وتحياتي وتحيات أسرة البرنامج.